انا عارف ان انا اتاخرت على حضراتكم في الحلقه ونتكلم عن الكوره والنادي الاهلي وخلاص. النادي الاهلي رجع للماتشات الافريقيه وهيرجع كمان للماتشات المحليه في الدوري. وبعتذر لحضراتكم جدا، الفتره اللي فاتت فعلا انا كنت تعبان جدا وكان عندي يعني الحمد لله رب العالمين كان عندي مشكله كده والحمد لله اتحلت بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن محتاج منكم طبعا، اكيد دايما محتاج منكم الدعاء. وهنتكلم النهارده عن الاهلي وهنتكلم عن الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي وعن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. لان من ساعه ما جه المدير الفني ما اتكلمتش خالص، فلا النهارده نتكلم عن المدير الفني ونشوف اهم الحاجات او اهم الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يختار المدير الفني اللي موجود معانا دلوقتي. ولكن اللي انا عايز ابدا بيه النهارده بماتش الاهلي اللي هو في افريقيا، اللي هو يعني انا شايف ان النادي الاهلي ان هو يكسب بره يا جماعه دي حاجه محترمه. يعني ان انت ليك فتره كبيره ما بتكسبش فرق كتير في افريقيا بره، لا دي حاجه كويسه جدا. الاداء الى حد ما كان متوازن، الدفاع كان متوازن، خط النص كان متوازن، كان في لمسه كويسه، كان في استحواذ للكوره، كانت اللعيبه كلها قريبه من بعض جدا، كان في تمركز كويس في الدفاع. الراجل انا اللي كنت شايفه ان هو واخد باله ومركز في كل تفصيله وفي كل شيء، واقف على الخط مش معدي واحده، بيقول للعيبه انت اجري الناحيه دي، لا لازم تضغط شويه، لازم النهارده تتمركز كويس في الدفاع. دفاع النادي الاهلي محتاج شغل كبير جدا، البدني بتاع النادي الاهلي محتاج يعني شغل كبير جدا. فانت النهارده محتاج ان انت تقف وقفه كبيره جدا مع اللعيبه. انا شايف ان الجهاز الفني للنادي الاهلي يا جماعه بدا يبقى متكامل. يعني عادل مصطفى الراجل الفني الحلو قوي اللي بيعمل حاجات حلوه، وانا واثق في عادل مصطفى. وليد صلاح الدين مدير كوره ناجح ومدير كوره تقيل. جبت مدير فني مش هقول لك السيفي القوي قوي، ولكن ياما جبنا مدربين سيفيات وما عملتش معانا حاجه. ولكن انا حاسس ان الراجل عنده فكره عايز يطبقه. الراجل دلوقتي بيطلب من اللاعبين لثلاث لعيبه، بيطلب باك شمال وبيطلب مهاجم وبيطلب قلب دفاع. فالراجل برضو جاي ومذاكر وعارف ايه الطلبات اللي هو عايزها. الراجل مش هنقدر طبعا، اكيد مش هنقدر نحكم عليه على الاقل 7-8 ماتشات زي اي مدير فني بيجي. انت النهارده ما تقدرش تحكم على المدير الفني، ولكن في شواهد، يعني في حاجات بتدل ان الراجل ده لا صاحي، الراجل ده مركز. يعني مثلا بيتفاعل مع اللعيبه، الراجل بيتنرفز مع اللعيبه، مش زي ريبيرو اللي فات، الراجل اللي يعني ما كانش متفاعل خالص مع اللعيبه ولا بيقوم على الخط وراجل نعسان والدنيا معاه. يعني ايه، ممكن يكون على فكره الراجل فنيا كويس، ولكن انت النهارده محتاج مدير فني يقطع الدنيا على الخط. شفت الراجل بتاع بيراميدز بيعمل ايه؟ احيي بيراميدز يا جماعه والله العظيم برغم اي شيء، ولكن انا حي نادي بيراميدز عامل موسم محترم جدا، دوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي وكاس مصر وبيكمل في كاس العالم للانديه، وحاجه مشرفه جدا. لازم كل فرقه يا جماعه تاخد حقها. النادي الاهلي لازم يركز قوي 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 السنه دي في دوري ابطال افريقيا. لازم السنه دي باذن الله سبحانه وتعالى نوصل فاينل ان شاء الله، باذن الله نكسب البطوله ان شاء الله، نكمل نروح كاس العالم للانديه تاني. لان حاسس ان لا يعني النادي الاهلي قصه ان هو يلعب في الدوري وياخد بطوله افريقيا، لا انا عايز اشوف كاس العالم للانديه. ما عنديش استعداد ان انا اشوف حد في مصر غير النادي الاهلي، مع ان ده شيء يشرفك جدا ان اي فرقه من مصر تبقى موجوده في المعتركات الافريقيه او موجوده في المعتركات الدوليه، او ان انت تبقى موجود في كاس العالم للانديه سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز. ولكن طبعا لو هتكلمني لا انا نفسي النادي الاهلي دايما يبقى في المحافل الدوليه دي. النادي الاهلي اللي دايما مشرفنا، شفنا بطوله كاس العالم للانديه اللي فاتت، جمهور النادي الاهلي كان يعني تحس ان احنا كنا بنلعب في مصر. فالنادي الاهلي قاعده جماهيريه كبيره جدا يا جماعه، قاعده جماهيريه كبيره جدا. لازم النهارده اللعيبه تعرف قيمه التيشيرت اللي هي لابسها. 1000 مليون سلامه على امام عاشور، وان شاء الله يرجع احسن من الاول ويرجع ويكمل ويبقى زي الفل. اخر ماتش اللي احنا شفناه مع الزمالك يا جماعه النادي الاهلي عمل جيم كويس، عمل جيم محترم. حسين الشحات بدلك كبير جدا، الراجل بيتصاب وممكن يقعد له بتاع يجي شهرين. النادي الاهلي محتاج الفتره اللي جايه لا محتاج شويه تكاتف من اللعيبه، محتاج ان احنا نهدى، محتاج زي ما قال الكابتن وليد صلاح الدين ان احنا بس نفكر في الكوره. لو الفرقه دي فكرت في الكوره فقط لا غير صدقوني يا جماعه الموضوع هيختلف. محمد علي بن رمضان لسه ما ادناش كل اللي عنده، احمد سيد زيزو ما ادناش كل اللي عنده، اشرف بن شرقي ما ادناش كل اللي عنده، امام عاشور هيرجع ولسه ما ادناش كل اللي عنده، شريف ما ادناش كل اللي عنده. فانت عندك خط نص وخط هجوم يكتسح اي فرقه في افريقيا. ولكن لازم اللعيبه دي ما تلعبش باسمها،
تلعب بتيشيرت النادي الاهلي، ما تلعبش باسمك، العب للكيان، علشان الكيان هو اللي بيعليك، الكيان هو اللي بيضيف ليك، الكيان هو اللي بيضيف للسي في بتاعك، الكيان هو اللي بيجيب لك عروض كبيره جدا من بره، انديه كبيره جدا. شفنا كام لعيب من النادي الاهلي خرج وابدع ونجح وموجود وكسر الدنيا. فالنادي الاهلي يا جماعه باترينا كبيره جدا، باترينا لاي لعيب النهارده يبقى عايز يحترف في اوروبا. فانت النهارده محتاج تلعب باسم الكيان، مش تلعب باسمك انت الشخصي. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيلعب مع النادي البوروندي تقريبا كمان 3 4 5 ايام، وان شاء الله باذن الله الدور ده سهل والنادي الاهلي هيعدي مفيش اي مشكله. ولكن لازم نركز من اول الدور اللي جاي، لازم لعيبه النادي الاهلي تفهم ان بطوله افريقيا السنه دي لا جدال ولا خلاف، ولازم ان شاء الله باذن الله البطوله ناخدها. الدوري الممتاز مش هقول لك يعني ان هو مش مهم، ولكن لا، انا محتاج ان انت تركز في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرم اللعيبه، المدرب ان شاء الله باذن الله يبدع مع النادي الاهلي. محتاجين استقرار شويه في منظومه النادي الاهلي. شفنا الكابتن محمود الخطيب يا جماعه، وقد ايه الراجل ده الناس بتظلمه، قد ايه الراجل ده عنده تفاني للنادي الاهلي، قد ايه لم شويه ناس حواليه حاجه بسم الله ما شاء الله. لما انت تجيب ياسين منصور نائب ليك والراجل يقتنع ويبقى موجود نائب، لان الراجل كان عايز ينزل على كرسي الرئاسه والراجل يبقى موجود علشان الكابتن محمود الخطيب اوقات، والراجل قال الكلام ده، انا اوقات كتير جدا مش هكون موجود. ففي الكابتن سيد عبد الحفيظ، في رجل الاعمال ياسين منصور، فدول اللي هم بيتجهزوا للفتره اللي جايه، ان هم اللي ماسكين النادي. الاستراتيجيه بتاعت النادي الاهلي هتختلف تماما في الفتره اللي جايه، حتى على مستوى الصفقات، حتى على مستوى اللعيبه الاجانب. لا، النادي الاهلي هيكون عنده فكر مختلف، هيجيب كواليتي مختلف ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى.